شاركت برونا بيانكاردي الصديقة المقربة لنجم فريق الهلال نيمار تصميم الملابس التي اختارتها مع متابعيها والتي قررت ارتداءها اليوم. وعبرت برونا قائلة: لا يجب على الأجانب ارتداء الحجاب فوق رؤوسهم، ولكن يجب علينا تغطية أكتافنا وركبنا، وذلك تعبيرا عن الاحترام لهذا البلد المحافظ. هذا كل شيء. وأضافت: لذلك هذا الشيء صعب بالنسبة لي، خاصة أنني حامل، ولكنني استطعت الحصول على هذا الزي الرائع من متجر زارا هنا بالسعودية، وسأرتديها اليوم وأعطوني رأيكم حوله. وتابعت: أعجبتني الألوان، وقد اشتريت أيضا وشاحات أبيضا لإكمال الإطلالة. يجدر بالذكر أن برونا بيانكاردي وصلت إلى الرياض يوم أمس برفقة نيمار دا سيلفا نجم فريق الهلال الجديد. لم تسلم صديقة رونالدو من ردود الأفعال السعوديين، حيث قال أحد الأشخاص المفروض تتعلم من جورجينا: كل خرجتها في السعودية محترمة. وقال آخر: صرنا في السعودية نتكلم بمصطلح صديقة وتعيش معه بسبب كرة القدم. وقال آخر: احترمي بلادنا وديننا وعادتنا رغما عنك.